نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش طبعا تحط لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بننزله. حبيت أشارك معاكم الفيديو الخفيف بتاعنا النهاردة أو الغدا بتاعنا الجميل النهاردة. تعالوا شوفوا معانا ايه. هنعمل معايا حله حاطه فيها ربع معلقه من السمنه البلدي، جزرايه، طماطمين متقطعه نصين، بصلتين زي ما هما، نص قرن فلفل حامي وورق لورا، ومعايا 3 فصوص او 4 كده من التوم. تمام. شوحتهم كده في السمنه وحطينا هنا الفراخ، ومعايا هنا ميه مغليه عشان خاطر ايه، لما الفراخ بتاعتنا تتشوح نزود بها الفراخ. حطيت على الفراخ دي بهارات، ملح وفلفل اسمر وكاري ورشة كمون ورشة كزبرة ناشفة، ومحطيتش اكتر من كده. سيبنا الفراخ دي لغاية ما اتشوحت كويس ولونها اتغير، يعني اتشوحت كويس جدا، بعد كده لونها اتغير. بعد كده نزلنا عليها بالمية المغلية، نقلناها على العين التاني عشان ما كانش في وقت، وحطينا هنا في الحلة هنطبخ جنب منها شوية رز بشعرية، وعملنا لسان عصفور. بس لسان العصفور ده حطينا عليهم 3 معالق من الشعرية. تمام. وهنا اول ما الرز بتاعنا يتحمر هنحط عليه كوباية من الشعرية. والرز هنا بعمله حباية بحباية الاول، اللي هي بتبقى حباية صفرا حباية بيضة، وبعد كده هنزل عليه بالشعرية. النار وسط عشان خاطر الشعرية ما تتحرقش. تمام. ولسان العصفور هنا معايا اتحمر وزودته ميه مغليه، ما بحبش ازوده شوربه على طول، بزوده الاول ميه كده مغليه تستوي فيها. تمام. نرجع للرز بتاعنا. اول ما كده الشعريه تتحمر، اخدت لون جلد كده جميل، وكمان الرز معايا اصفر بقى. حطينا كمية الرز التانية وزودنا الملح وزودناه مية مغلية. اول ما يتشرب كده الرز نهدي عليه النار ونسيبه بقى يكمل سواه. تمام. تعالوا نعمل شوية فتة جمال. ده العيش الشمسي يا جماعة بتاعنا اللي احنا بنخبزه عادي على ايدينا في البيت. تمام. العيش الشمسي الفلاح الجميل بنعمله، وبعد ما يتعمل كده بيتحمص. تمام. ده بنعمل منه الفتة. تمام. هتقولي لي فتة بشوربة الفراخ؟ الفتة بتتعمل شوربة الفراخ، شوربة البط، اي شوربة طالما بتعملي لها التومة بتاعتها هي بتضيع اي نوع شوربة فيها، بتخليها جامدة جدا. تمام. سقسقناها كده بالشوربه، والشوربه لازم تكون مغليه. تمام. وغطينا عليها لغايه ما العيش ده زي ما قلت لكم متحمص، يلين معانا شويه. كنت طلعت الفراخ اديت لها رشه فلفل ورشه ملح وحطيتها تحت الشوايه. بس بصراحه بعد ما حطيتها من تحت الشوايه شلتها، ما لقيتهاش هتنجز معايا، فقلت حمرتها في الطاسه. بس كده. معايا معلقه كبيره من التوم دقاها بنص قرن فلفل حامي، وهحطها كده على معلقتين زيت. واول ما تصفر هحط عليها حوالي 3 4 معالق من الخل، وكبشه واحده بس من الشوربه، وشويه ملح خفيف وفلفل اسمر. تمام. بس كده احنا بنحب الفته زي ما قلت لكم قبل كده بالثوم، بتبقى طعمها جميل جدا. خلاص كده اول ما غلت طفيت عليها. زودنا بقى هنا عليها الفتة، وحطيت على الفتة فلفل اسمر، وعملنا كمان شوية سلطة خضرة كده جمال. والفتة بتاعتنا اهي، وشوية خيار مخلل، والفراخ والرز بتاعنا الجميل اللي بالشعرية اللي هو حباية حبة وحبة، دي بتبقى جميلة جدا. تمام. والشوربة كان كمان عندي خضار لوبيا، يعني كان بايت، فقلنا نسخنه برضو جنبيهم. وده الغدا الجميل. وخد الفكرة ونفذها بكرة، حتى مش مهم تبقى فرختين لان احنا عيلة ما شاء الله، فاحنا بنعمل فرختين. ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر